السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم دجاج بشرمولة ديال الحوت معسل بدون عسل مع مرافقات اللي حتى هي بدورها سهلة وسريعة. وعلى بركة الله ندوز معكم اول حاجة وهي شرمولة ديال الدجاج. عندي كيف كتلاحظوا واحد 5 ديال الفصوص ديال الثوم اللي كنشدوهم نحكوهم او نطحنوهم. ضفت لهم كمية لا بأس بها ديال القزبر ومعدنوس مقطعين طريفات. هنا كيف كتلاحظوا كندير 2 معالق صغار معمرين ديال العطريه ديال الحوت. غادي نضيف كذلك معلقه صغيره هنا كيف كتلاحظوا ديال القزبر اللي كيكون هكا يابس ومطحون. غادي نضيف كذلك 2 معالق صغار ديال التحميره، او ديروا معلقه كبيره الا عبرتوا بالمعلقه الكبيره تعمروها تكون وافيه. غادي نضيف كذلك هنايا الخرقوم كيف كتلاحظوا معلقه صغيره ديال الخرقوم. وعندي هنايا 2 معالق صغارين عامرين ديال البزار اللي هو الفلفل الاسود. غادي نضيف كذلك 2 معالق صغار اللي كيكونوا عامرين بالكمون. وغادي نضيف هنايا الملح. دائما الملح كيبقى على حسب الذوق، ممكن تزيدوا الكميه ممكن تنقصوا، كتبقى على مساله ديال الذوق. ضفت انا هنا معلقه صغيره ديال الملح. وغادي نضيف هنايا الموتارد اللي كنضيف له معلقه صغيره اللي كتكون عامره مزيان ديال الموتارد، او لا ممكن تضيفوا معلقه كبيره يكون احسن. وهنايا بالنسبه للهريسه ضفت غير واحد شويه لان عندي الهريسه حاره. الا عندكم الهريسه اللي كتكون هكذا حامضه ضيفوا معلقه هكذا صغيره. هنايا ضفت اللب اللي هو القلب ديال الحامض المصير. وغادي نضيف معلقه ديال الصوجه اللي كتكون كبيره عامره مزيان. انا هنا كنعبر بالمعلقه الصغيره كيف كتلاحظوا، فانا درت 2 معالق صغار ولكن ما كفاونيش ودرت 3 ديال المعالق صغار. وهنايا عندي كاس ديال الماء اللي كيكون الماء عادي، يعني بدرجه حراره المطبخ ما هو لا بارد ولا سخون. غادي نحرك الكل عفوا حتى كتحرك لي هاد العطريه كلها وكتندمج. هنا من بعد ما وجدت شرموله كناخذ الدجاج اللي كنكونوا يعني مسبق غسلناه، كنخليوه حتى كينشف مزيان، ماشي كيكون فيه مازال الماء، يعني حتى كينشف. كناخذو هكذا وكندير له فتيحات، يعني سواء في الصدر او لا في الفخذ. يعني المهم البلاصه اللي فيها اللحيمه هكذا كتكون غليظه كنفلحوها هكذا باش كتدخل فيها شرموله. انا من بعد غادي نشرملو مزيان. يعني عندي هنايا كميه ديال 2 دجاجات متوسطين الحجم. كتبقى الكميه على حسب الناس اللي ماشي على حسب الناس. المهم الا حبيتو ديروها عراضه كتجي غزاله هاد الفكره هادي باش الشرموله ديال الحوت كيجي لذيذ بزاف وما كياخذش وقت بزاف يعني في الطياب. كيف كتلاحظوا انا هنا راه كنشرملو بالليل، غادي نخليه يبات ليله كامله في الثلاجه. يكون من الاحسن ومن الافضل انكم تشرملوا هكا الدجاج ديالكم في الليل، تغطيو عليه بالبلاستيك وتخليوه يبات ليله كامله في الثلاجه. وحتى تبغيو يعني ديروه هكا في الفران فكيجيكم ساهل وكيكون شارب هاد الشرموله. من الاحسن انكم تشرملوه بالليل كيف قلت لكم. على الاقل خصو يبقى في هاد الشرموله واحد 5 ديال السوايع. صافي انا من بعد ما كملتو كيف كتلاحظوا غطيتو بالبلاستيك وغادي ندخلو للثلاجه كيف قلت لكم ليله كامله. ونتلاقى معكم من بعد بالنسبه للشعريه اللي غادي نرافق بها الدجاج. عندي هنايا كميه ديال الزيتون بالعظم. غادي نضيف له كذلك 3 ديال الحبات ديال الكورنيشون اللي كيكون هكا مخلل. وغادي نضيف له هنا بعض الخضر اللي كتكون هكا حتى هي بدورها هكذا مرقده. غادي نضيف هنايا كذلك واحد 4 حتى 5 ديال الفصوص ديال الثوم اللي كيكونوا مقشرين. عندي هنايا كذلك كميه ديال الحامض المصير، الا عندكم حامضه هكذا صغيره مصيره استعملوها. غادي نضيف كذلك هنايا الفطر المعلب اللي هو شامبينيون مرقد. كتجي هاد الفيرميسيل هاد الشعريه كتجي لذيذه بزاف. غادي نطحن الكل ماشي مزيان، فقط يعني غير كيتهرمشوا كيف كتلاحظوا. انا ما عنديش هنايا الهاشوار خاسره فاستعملت هنايا الطحانه، والا عندكم الهاشوار يكون احسن وافضل. المهم الخضر كتجي هكا قطع رقيقه. ضفت هنايا كميه ديال القزبر والمعدنوس كيف كتلاحظوا كميه اللي كتكون مليحه. هنا ضفت القزبر في الاول، ضفت المعدنوس كيف قلت لكم كميه اللي كتكون يعني مزيانه. غادي ناخذ هنايا الخرقوم. ضفت نص معلقه صغيره الخرقوم، معلقه صغيره ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود. غادي نضيف كذلك هنايا معلقه صغيره ديال السكينجبير. وغادي نضيف هنايا التحميره كتبقى على حسب نتوما اللون اللي بغيتو. انا ضفت غير معلقه صغيره. معلقه صغيره كذلك ديال الكمون. وغادي نضيف هنايا كيف كتلاحظوا معلقه ديال المطارد
المفروض تكون معلقه كبيره، انا كانت سالات لي. وعندي هنايا يعني قنيصات اللي كنكونوا مقطعينهم هكا رقاقين بزاف، وحتى الكبده حتى هي تكون مقطعه رقيقه. غادي نخلط هنايا الكل مزيان مع ديك الخضر اللي طحنا. صافي من بعد ما كيتخلطوا لنا كنضيف عليهم هنا الفيرميسيل اللي كنكون سبق لي ورقتها في الماء غليان. كترقدوها ماشي كطيبوها، غير كترقدوها. ومن بعد كنقطعها هكا طريفات صغارين كنوريكم، يعني كتكون طريفات صغارين هكذا. وهنا غادي نضيف 2 معالق كبار حتى ل3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. غادي نخلط الكل مزيان يعني حتى كتدخل داك شرموله مع داك الفيرميسيل، ومن بعد نتلاقى معكم. صافي انا من بعد ما حصلت عليها يعني كيف كتلاحظوا مخلطه مزيان. غادي ناخذ هنا كسكاس، وضروري من هذه المرحله في اي نوع من انواع الخضر او لا هكا الرز ولا الشعريه اللي كتفوروا، ديروا هكا طريف ديال البابي الخاص بالفران اللي كنطيبوه فيه هكا الحلوى. ديروا الطرف اللي يكون كبير، انا كان عندي غير هاد الطريف هذا الصغيور اللي بقى لي، فانا درتو هكا في الاسفل ديال الكسكاس. غادي ننزل فوق منه داك الشعريه، وغادي نرجع عليه داك الوريقات. كيف قلت لكم لو كان عندي طرف كبير كنت غادي نغطي كل شيء، وما غاديش نحتاج نغطي الكسكاس. هنا غادي نغطي عليه انا غير بغطير هكا. كيف قلت لكم نتوما استعملوا هكا طرف كبير. غادي نرجع الكل يعني نخليهم حتى كيفور مزيان هاد الشعريه هادي وطيب داك الطريفات الكنسه. ونتلاقى معكم البقيه ديال المراحل. هنا كيف كتلاحظوا خديت كميه ديال البصله تقريبا واحد نص كيلو حتى الكيلو، يعني كتبقى على حسب نتوما شنو كتبغيو. درت لها غير واحد شويه د الملحه، وكنفرشها هكا في الاسفل ديال لاطه اللي غادي ندخلو للفران. هادشي راه في الصباح. هنايا من بعد ما كيبات يعني الدجاج ليله كامله في الثلاجه، كناخذو هكذا بداك الشرموله ديالو اللي شرملناه، وغادي نديرو هكا في اللاطه اللي كتكون كتدخل الفران. غادي ندير عليه فقط حبات ديال المطيشه غير قلال، ما تزيدوش الكميه بزاف، ما ديروش الكميه بزاف لان غتطلق لكم الماء. فديروا غير تقريبا واحد 4 الحبات حتى ل5 الحبات فقط، لا اكثر. غادي نغطي عليه هنا باول حاجه بورق ديال الطبخ، ومن بعد عاد غادي ندير عليه غادي نغطي عليه عفوا بالبابي الخاص. هذا البابي الومنيوم معروف ماشي خاص صراحه. وكندير هنا تقيبات من الفوق باش كيتنفس داك الدجاج ملي كيكون كيطيب. هنا الفران كيكون عندي سخون، غادي ندخل الدجاج حتى كيطيب يعني تقريبا واحد نص ساعه. من بعد كنعري عليه. ملي كدوز نص ساعه كنعري عليه ونشوف فين وصل. كيف قلت لكم انا غادي ندخلو يطيب. العافيه كتكون متوسطه، ما كتكونش عاليه بزاف وما كتكونش يعني مقله. صافي هنا من بعد ما داز نص ساعه غادي نخرجوه هنا من الفران. كيف كتلاحظوا خرجته وهو مازال ساخن. غادي نعري عليه. كيف كتلاحظوا كيكون طاب الدجاج. كتكون فيه هنا واحد المريقه كتكون تصفات من داك المطيشه ومن داك البصله وحتى من الدجاج. داك المريقه كنديروها في كاسروله، انا هنا ما صورتهاش معكم. المهم كتكون في واحد شويه د المرقه كتاخذوها ديروها في كاسرونه وتردوها هكذا تقلى يعني حتى كترجع واحد الصوص اللي هي عاقده. هنا كيف لاحظتوا انا درت له غير واحد شويه ديال الزيت النباتيه هكذا من الفوق، تقريبا واحد ما بين واحد 3 المعالق حتى ل 4 المعالق. كنديرو هكا فوق الدجاج وغادي نرجعو مره اخرى للفران حتى كيتحمر. وهنا كاقتراح اللي هو كيجي جديد، خديت هنايا تقريبا واحد 3 الحبات ديال القرعه. 3 الحبات يكونوا كبارين او لا صغارين، الكميه كتبقى على حسب نتوما شحال بغيتو. من بعد ما كتغسلوهم مزيان كتقطعوهم هكا على شكل سميطات، يعني بهاد الجراره هذه وما توصلوش للقلب سواء القرعه او الجزر. المهم كتقطعوهم هكذا حتى كتحصلوا على الكميه اللي نتوما اللي بغيتو. هنا بالنسبه للتوابل غادي ندير لهم فقط البصار، واحد نص معلقه صغيره ديال البصار اللي هو الفلفل الاسود. وغادي نضيف كميه ديال الملح، دائما كيبقى على حسب الذوق، واحد نص معلقه صغيره. غادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الزيت النباتي، وواحد 3 ديال الحبات ديال الثومه، يعني في الصوص ديال الثومه اللي كنشدوهم ونقطعوهم كطريفات كيف كتلاحظوا، اولا كتحكوهم يكون احسن في المحكه. هنا غادي نضيف الزيت كيف قلت لكم 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، ما تفوتوهاش باش ما كتجيش هاد الخضر هذه مزيته. غادي نرجع الكل فوق من النار اللي كتكون متوسطه فوق البوطه، وكنبقاو نشحروا فيهم حتى كيدبالوا، يعني حتى كيطيب داك الجزر وداك القرعه. هنا بالنسبه كمرافقه اخرى اللي كتجي لذيذه،
عندي كميه ديال البطاطس تقريبا 1 الكيلو ديال البطاطا اللي كتكون هكا صغيره. هنا بالنسبه للبطاطا عندي مسلوقه بالقشور ديالها، من بعد كنقشرها، ضفت لها كميه ديال القزبر والمعدنوس، ضفت لها كذلك نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال التحميره، عندي هنا نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت، وعندي هنايا الملح. بالنسبه لكميه البطاطا عندي كيلو ديال البطاطا، وغادي نضيف له هنايا تقريبا واحد 3 د المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. غادي نشرمل الكل مزيان، ومن بعد غادي نديرهم في صحن الفرن اللي كيكون حتى هو بدورو، يعني فيه هكا ورق ديال الطبخ باش ما تلصق لكمش هاد البطاطا في الاسفل ديال الصحن ديال الفران. هنا واحد الاضافه اللي هي كتجي زوينه بزاف، عندي هنايا خبز اللي كيكون محكوك خضر، يعني الخبز اللي كناكلو كنحكو خضر عادي، كتحكوه بالمحكه هكا رقيق، كديروا واحد الطبقه اللي هي كميه كثيره كترشوها هكا فوق من داك البطاطا، وكتبقاو هكا تحركوا بالطبسيل الفران حتى كتحسوا بها انها تلبسات مزيان يعني بداك الخبز. هنا في هذا الاثناء الدجاج راه كيطيب، فغادي ندخل هاد البطاطا حتى يدورها في الفران كطيب على عافيه مهيله، ونتلاقى معكم بالنسبه للبطاطا حتى كتاخذ اللون اللي بغيتو. هنا بالنسبه لداك الصوص اللي هضرت معكم عليها اللي قلت لكم من بعد ما كتصفيوها من الدجاج كديروها واحد الكاسرونه وكتخليوها حتى كترجع بحال هكا معسله، فهي اللي كتعطينا داك التعسيله كيف قلت لكم في الاول، يعني كيجي معسل بدون عسل. صدقوني هاد لاصوص كتجي معسله وكتجي لذيذه بزاف، وكتعطيه واحد اللذه واحد البريون، يعني واحد اللمعان، وحتى المذاق كيجي رائع. وفي نفس الوقت كتجي بداك الدجاج كيبقى فتي، يعني ما كيجي داك الطبقه هكا قاصحه. صافي انا هنا خديت كيف غادي تلاحظوا واحد الشيته، وكنبقى ندهن بها داك الدجاج، كندهنو بهاد لاصوص هادي. كيف كتلاحظوا البصله راه كتكون تعسلات، اللي هو داك الطوماط صغارين. صافي غادي ندهنو هنا، ما غاديش نرجعوه للفران، غير غادي ندهنو وغادي نخليه هكذا حتى نبغي نقدمو. غادي نرجع ناكد عليكم ملي كندهنو راه ما كنرجعوش للفران، صافي هنا راه كيكون طاب. كندهنو بهاد لاصوص هادي وهو مازال سخون، وغادي نخليوه يعني حتى نقدموه في صحن التقديم. صافي هنا من بعد ما كطيب لي داك البطاطا وداك الدجاج وداك الخضره، داك البصيله اللي كتبقى لنا في الاسفل ديال الصحن، فانا كنديرها هنايا في داك الغطيرات هكا صغارين. بالنسبه للفيرميسيل فانا راه درتها في الاسفل ودرت عليها الدجاج من الفوق. داك البطاطا شوفوا الشكل ديالها كيف كيجي كيشهي، كتكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اليوم. كنتمنى تجربوه، فعلا كيستحق التجربه، كيجي لذيذ. كانت هذه وصفه ديال اليوم، دمتم في امان الله، الى اللقاء في وصفات قادمه بحول الله يا رب.